كل الجماهير العربية بعد تشجيعها لمنتخباتها آمالها معقودة على أسود الأطلس المنتخب المغربي. هو إيه الاستقبال التاريخي اللي تم استقباله المنتخب المغربي في أمريكا؟ ثم قال ماذا؟ غير مقبول استقبال منتخب المغرب بالخريطة المغربية في أمريكا. كتحلم الدار والتعاير والتعاطى والتقارز وكشاكشك خارجة والحش. والرب الكعبة أنتم أحسن من كل وغصبا على الكل. استقبال أسطوري وعالمي من الشعب الأمريكي لبعثة المنتخب المغربي، للأسود للأبطال. الكل بيتغنى بالاستقبال الأسطوري للمنتخب المغربي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وناسيين إن أولاد المملكة المغربية هم اللي حاكمين العالم. منتخب أفريقي سيتوج بطلا لكأس العالم 2026. اختار مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي المغرب ضمن المرشحين للفوز بلقب كأس العالم 2026. بقول لك من دلوقتي المغرب هتكسب البرازيل في الماتش اللي افتتاحي في كأس العالم عادي. يا خرا شنو هذا؟ زيد قال لك سيدي البارح المنتخب الجزائري كيربح المنتخب الهولندي، المنتخب المغربي هو المستفيد الاكبر. علاش؟ باسكو طلع في الترتيب تاع الفيفا كان هو الثامن ولا هولند هو السابع. إنا لله ودعمت. زيد خرجوا لنا لي زالجيريان والمشجعين تاع المنتخب الوطني الجزائري، قال لك درك علاش حنا رحنا ربحنا لهولند. راك منيتك ما على بالكمش هادي فاتت لكم، اني عارف اني فاتت لكم، نسيتوها هما كره خسرتوا ب5 ولا 6. هادشي ديال المغرب دابا حاليا ولا كيزعم كاع الفراقي ديال افريقيا واسيا على افريقيا كبر. العراق هتبقى مفاجأة كأس العالم ولا إيه؟ حرفيا أداء رجولي قدام أسبانيا واختبار قوي جدا لأسود الرافدين قبل كأس العالم. العراق بتتعادل مع أفضل فريق بالعالم، مع الفريق المرشح الأول لكأس العالم. العراق بتتعادل معه 1-1. لا تقول لي مباراة ودية وتحضير لكأس العالم. المستوى اللي شاهدناه من المنتخب العراقي اليوم كان مستوى جبار. احنا بنحكي عن منتخب اسبانيا احد اقوى منتخبات العالم. العراق اثبتت انها مش رايحه تكون ضيف شرف، وان اسود الرافدين قادرين يحرجوا اي منتخب مهما كان اسمه. احضروا لنا النرويج الان، وهات لي السنغال وفرنسا. عم هالاند البس لك بقى طرحه ولا شوف شعرك ده تعمل فيه حاجه. ماني ما تجيش بقى لما تبقى مغلوب تاخد لعيبه وتنسحب من الماتش، ما فيش الكلام ده. اخوان هذا سميتو تبيع على جنب 1-1. مصر تعادلت مع الاسبان، العراق تعادلت مع الاسبان، هذا تبيع على جل الاخوان. الجهه صافي يا الخوت صافي سهله عندهم المونديال سهله الناس هيك كيجربوا في الماتشات الامريكان واخدين الامور بجديه وهذا اجل نبيعوا قدام ما يمكنش لا باغي يلعب هاد الدوزيام ليك. التاريخ للتاريخ عاجل المغاربة، المغرب سابع العالم. هذا المنتخب العربي أفضل من ألمانيا وبلجيكا وهولندا، ويمتلك أفضل تصنيف في تاريخ المنتخبات العربية. يا سبحان الله، المغرب يرتقي للمرتبة السابعة عالميا. لا والله العظيم ما هو عجبني تصنيف المنتخب المغربي السابع عالميا. لا المنتخب المغربي لازم يكون الأول عالميا. نعاود عليكم كيف الخرافة، المنتخب الوحيد في العالم اللي ركب في الطيارة مشى لأمريكا كان الثامن عالميا، مع نزل في نيوجيرسي ولا هو السابع عالميا. بلادي يا ذاك ربحنا وليتو ساتيام أفضل منتخب، سابع منتخب في العالم بسببنا. في حالة تربص من كل الجماهير العربية للمنتخب المغربي. النهارده الرئيس الامريكي بيستقبل بعثه المنتخب المغربي بالورد. النهارده الرئيس الامريكي بيقول لك ان المغرب واحده من افضل البلاد اللي في العالم. معظم المنتخبات العربيه سافرت لامريكا للمونديال، ما شفناش استقبال اسطوري واستقبال عالمي لاي منتخب منهم بهذا الشكل. يبغون يعيشون نفس الشعور اللي عشناه في كأس 22 قطر. الجماهير العربية أنا أعتقد أنها ما تختلف على تشجيع المنتخب المغربي بعد منتخبات بلادها. طبعا المغرب مجموعه فيها البرازيل هتفتح قصاد البرازيل، وهتلعب اسكتلندا وهتلعب هايتي في الفريق الثالث. المغرب هتصدر المجموعه. لا اله الا الله وحسبي الله ونعم الوكيل. شيء بعد الجزائر عندها ماتش هولندا، دابا هذه العراق تعادلات مع الصبليون، وزيد عليها كوت ديفوار ضربات فرنسا من بعد ما كانت الكوت ديفوار رجع بواحد خسر بواحد في تواجد كيليان مبابي اللي خدا اسوء توقيت ديال 6.9. مش هضحك عليك لان موقف العراق في المجموعه بتاعتها سواء فرنسا ولا النرويج ولا السنغال صعب جدا، لكن اللي شفناه النهارده قدام اسبانيا يخلينا نقول ليه لا، ممكن العراق تعمل المفاجاه وتصعد من مجموعتها. هذه حقيقة وليس خيال،
داكشي اللي كنشوفوه حاليا في تطور كرة القدم الافريقيه والله شيء عجيب. تخيل معي تلعب ضد المنتخب المصنف اول عالميا بارضه وبين جمهوره. يقال بان المنتخب العراقي كان يواجه مضايقات في الملعب من قبل الجماهير. الرساله وصلت لكل المنافسين، العراق مش المنتخب اللي بدك تواجهه وانت مرتاح. والسؤال، هل هذا التعادل مجرد نتيجه عابره ولا بدايه لمنتخب عراقي مرعب؟ لك العراق ومرفع راسك، تسأل انه عندك منتخب قادر ينافس على كأس العالم وراح يكون له وجود وراح يكون له اثر كثير كبير في كأس العالم. فرنسا بقى انا هسيبك في حالك، فرنسا اتغلبت من كوت ديفوار 2-1 في ارضها. احلى استعداد لكاس العالم تعادل مع اسبانيا في قلب اسبانيا. يلا بينا على كاس العالم رجاله. دابا لعبه فرنسا هي كنشوف فيها هي والكوت ديفوار. فرنسا خاسره ب2-1 تبيع على عجل الاخوان. الشيء هادو ملي غيلعبوا الماتش الاول يبداو ينفضوا الغبره، فهمتوني؟ هادشي كيتبتوا ليا في الشعب. وهذه كاينه يا عيني يا المغرب، الله اكبر خلف فرنسا. تسمع يا مصري يا تونسي يا جزائري، كبير افريقيا والعرب حاليا هم المغاربه. ويتقدم في التصنيف الدولي بسبب فوزه على مدغشقر، وايضا هزيمه هولندا من الجزائر. فازت الجزائر على هولندا وخدمت المنتخب المغربي، وفاز المغرب على مدغشقر وخدم نفسه، فارتقى في سلم التصنيف الدولي. يا عذرا نبغوا لكم الخير وكاين واحد قال لك زعما جزائريين كون زعما عرفوا هذا الحياه ما يربحوش يخسروا. والله يخلف عليك وداد سعد مجيد، الله يخلف عليك. مقصوده سيد، مقصوده بالطبع مقصوده. يجبر الجميع على تشجيعه، الا ان المره دي بالتحديد لا، كميه الحقد والغل لا حاجه بصراحه. يعني ليه؟ هل لان العين ما بتحبش اللي احسن منها؟ يعني مش لاقي تفسير، مع ان الجماهير المغربيه كلها بتتمنى الخير للمنتخبات العربيه. الجزائر يبقاش الخطر، راني عارف، ما على بالي بلا نسيتوا البارح كنتوا ناويين غير تربحوا ومع الربحه ومع هذيك يعني الاستعدادات لاكوب دي مود نسيتوا المغرب، يا نسيتوا المخزن يا جدكم. باذن الله كاس العالم راح يكون مغربي وراح نهز اضرابوا المغرب ونحتفل مع بعض ونقول اوه مبروك علينا هذه البدايه وما زال في تصنيف الفيفا ما في غيره، هو وحده أسود الأطلس رسميا يحتلون المركز السابع كأفضل منتخب عربي في تصنيف الفيفا الجديد، متفوقا على الكبار ألمانيا وبلجيكا وهولندا. يعني الكل مستني المغرب يقع، الكل مستني يشمت في المغرب، ويعني سبحان الله المغرب بيجي في الاخر ويجبر الجميع على احترامه. لازم كلنا نعترف ان المغرب دلوقتي شاء من شاء وابى من ابى هي واحده من اقوى المنتخبات رياضيا واقتصاديا في العالم. اثناء وصول الابطال، اثناء وصول الاسود، اثناء وصول اسود الاطلس اللي ان شاء الله بعون الله يفرحونا ويمتعونا ويتالقوا ويبدعوا. انا من الناس اللي بعد المنتخب السعودي اشجع المنتخب المغربي، واتمنى ان شاء الله ان المنتخب السعودي والمنتخب المغربي يوصلون وجميع المنتخبات العربيه الى ابعد نقطه باذن الله عز وجل. لكن الامال مرتفعه على المنتخب المغربي لان له تجربه سابقه عشنا فيها اجواء حماسيه رائعه، وانا ان شاء الله متوقع للمنتخب المغربي انه يوصل لابعد نقطه. بقول لك على حاجه بما يرضي الله، عشان انا بصراحه انا ما بعتمدش اسامي. بما يرضي الله انا ما بعتمدش اسامي. منتخب المغرب كاسامي دلوقتي احسن من منتخب البرازيل. بيني وبينك اخويا شي واحد خرب في البارامتر راه ما يمكنش. الكاس العالم هذا اللي جاي يكون البقاء للاقوى، عندك هدوز ما عندكش راه ما كاينش. كما صرح اللاعب الجزائري اللي قال لهم ما دام ان المنتخب المغربي وصل الى النصف النهائي ديال كاس العالم فنحن قادرون ان نفعل مثله. يعني اصبح المغرب قدوه للمنتخبات الافريقيه ويحاولوا انهم يديروا انجاز كما فعل المنتخب المغربي. خلين النقيلات حاطين النقيلات كيتفرجوا فيهم، وبغيت حنا مع النرويج ماشي نتموا غادي الحراقيه يديروا مع البرازيل. هادشي راه تبيع على جال الاخوان. طلع عليكم، مبروك عليكم، مبارك عليكم تستاهلوا. هذه غير تاع 2022 هي اللي طلعتكم خوا باينه هيك. نسيتوا لي العب، نسيتوا لي القجع ومباراه وديه. انتم على بالي ديالنا انتم يعني اذكى شعب في العالم، غير هذه هربت لكم يا اخوان ديالي. الذكاء وهو كون تخسروا تبع 10 ضد الظن في المغرب ضد الظن في المخزن. شوفوا كرة القدم وجمالية كرة القدم، شوفوا كرة القدم كيف يعني تعطينا رسائل جميلة صراحة جدا جميلة. المغرب الآن منتخب نفتخر فيه، ويا رب يا رب مثل ما رفعت السماء بالعمد
نشوف المنتخب المغربي الاول عالميا. هل منتخب البرازيل بتاع دلوقتي خوف؟ هل ده المنتخب المغرب يخش قصاده ركبه مخبطه على بعض وخايف؟ اسد يالا في ايه؟ في ايه يا اسطى؟ انا بقولها لك من دلوقتي بنسبه 90% المغرب هتكسب البرازيل في الماتش الافتتاحي. انا على يقين ان مفيش منتخب عربي هينجح في كأس العالم الا المنتخب المغربي، وده عشان النية، عشان النية سالكة لله كده. ما فيش حد هنا صافية. فهنشوف منتخب تلو الآخر بيودع كأس العالم مبكرا، وهيبقى المنتخب المغربي الوحيد اللي مكمل. مش هقول لك بس يعبر من دور المجموعات والادوار الاقصائيه، لا، انت هتشوف العالم كله ازاي بيحترم المنتخب المغربي. وناسين ان المملكه المغربيه كبيره اسيا وافريقيا واوروبا، وده مصير الكبير. ما شاء الله الصحف الامريكيه كلها بتحاول تعمل لقاءات مع اللاعبين مع المدرب، بيحاولوا ان هم يتحاوروا معاهم ويتكلموا معاهم، لكن اللاعبين عندما وصلوا تركيز كل التركيز. المنتخب المغربي صنع له هيبة في كأس العالم بعد مونديال قطر 22. أصبحت المنتخبات كلها تابة، وأعتقد أن مروره إلى الأدوار المتقدمة بيكون بإذن الله عز وجل سهل في المتناول. مجموعة قوية جدا من اللاعبين، ترابط كبير، روح كبيرة وعرفت عن منتخب المغرب. زعامات قطر 22 سنحاسبوا بالمغرب، اكو شي باغي يسرح دابا، اكو شي كيقول لك انا شوف يا نوصل الفينال يا ندي الكاس. ما كاس العالم شحال هذه. الان كل شيء يؤمن كيامن على ان عندهم القدرات انهم حتى هما يروحوا لكاس العالم باش ينافسوا. وبدأ بإذن الله في تصاعد في التصنيف الدولي، في تصنيف الفيفا، وبإذن الله عز وجل خلال كأس العالم يرتقي المغرب في التصنيف، يبدأ يتقدم ويفوز، والمنتخبات اللي قدامه أيضا تتعثر عشان يزداد ارتقاء في التصنيف الدولي بإذن الله. كلنا أديمة المغرب، لأنه هذا المنتخب بيستاهل وبجدارة سود الأطلس.